السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ يعني نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وانتم وليداتكم ووالديكم وعائلتكم. نشارك معكم واحد الروتين هكا درتو في الباديه ودابا عاد كتاب نحطو. غادي نشارك معكم واحد الطويجين ديال الحوت هكا، طاجين ديال الحوت بالخضر. عندي هنايا بطاطا، البصله، عندي هنايا فلفله حمراء، فلفله خضراء، مطيشه. وبالنسبه لهنايا صافي غادي نستف، درت هكا البصله من التحت وندير عليها بطاطا وغادي نستف دوك الخضر. وبالنسبه للعطريه، عندي العطريه كلها خلطتها هكا، والقزبر والمعدنوس قطعتهم وخلطتهم بالماء. وهنايا راني استفت. بالنسبه للحوت عندي مشرمل، استفتو هكا من الفوق، وعاد درت مطيشه كيجي هاد الطبيجين غزال. غادي نخلط هكا ديك العطريه كامله في هذا في واحد الطبيصل في اناء، وخلطته بالماء، وغادي نزيدو هكا من الفوق. فاش كنديروا العطريه هكا والملحه والثومه، كنديروهم هكا من الفوق، كنخويوهم من الفوق، داك الطاجين ديك الخضر كلها كتشرب داك العطريه والملحه. وبالنسبه لهنايا شويه الدنجال والفلفله درنا بهم زعلوك، وداك المقطع راه ما صورتوش، ما حطيتوش. وبالنسبه لهنايا الطواجن ديالنا وجاد. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الله يجازيكم بخير. خليوا لي لايك، خليوا لي واحد اللايك، واشتركوا في القناه، ما اشتركش يشترك في القناه، وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، وخليوا لي التعاليق ولو غير قليل ولا وريضه. وداك الحوت اللي بقى هنايا غادي نقليه. الله يجعلها في ميزان حسناتكم فضلا ليس امرا. والنص قليته، النص داكشي اللي بقى من الحوت من الطاجين هنايا، النص قليته والنص شويته هكا في الشوايه فوق النافخ. وخليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش لي لايك، الله يجزيكم بخير، واشتراك في القناه والكومنتيرات. يلا باي باي عليكم، حتى الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله.